السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي معرفنيش أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، بعمل فيديوهات أو بعتبر القناة مساحتي الخاصة اللي بحب أتكلم فيها في مواضيع عامة. كنت حابب النهاردة أتكلم في موضوع عادات لازم تكون عندك في حياتك، يعني عادات كده لازم. أنت بتصحى كل يوم سواء بتشرب قهوتك، سواء بتدخل مثلا تاخد دش قبل الشغل، أيا كانت العادة اللي عندك، ففي كده عادات. من وجهة نظري انا شايف ان هي يعني المفروض او لازم ضروري جدا تكون موجوده. يعني ممكن حد يزود عليهم حاجات، ممكن حد يشوف عاده منهم مش ضروريه، بس يمكن انا في حياتي ضروري جدا تبقى موجوده. مش بالترتيب، يعني مش هقولهم بالترتيب، بس يعني هقولهم بشكل عشوائي. واول عاده هي ان انا شايف جدا مهم، ضروري يكون عندك عادة القراءة، ان انت بشكل يومي يكون مثلا بتقرأ حتى ولو صفحة صفحتين ثلاثة. بس لازم ضروري جدا تكون عادة القراءة دي موجودة عندك في حياتك بشكل يومي. القراءة هتفيدك في ان انت هتضيف لعقلك ولحياتك او لخبرتك خبرات ناس تانية. يعني الكتاب ده بيبقى مؤلفه شخص هو عايش مثلا 30 40 50 سنة، فهو بيكتب فيه افكاره، فانت كده ضفت عمر على عمرك انت. غير ان هي هتقويك يعني ثقافيا، هتعرف معلومات مثلا، تبقى برضو مدرك، هتلاقي هتعيش جو مختلف جدا في القراءة. يعني حرفيا بتبقى حاجة تانية، انت في عالم تاني اصلا. حتى ان انت بتقرأ تتخيل الاحداث بعقلك، ده حاجة تانية، خيال. يعني العادة التانية اللي شايفها برضو ضروري تكون موجودة في حياتك، ان انت تكون بتستثمر في حياتك. يعني خلينا نتكلم عن حتة الاول استثمار. انا يمكن بقسمه نصين، في حتة استثمار في نفسك، استثمار شخصي، ان انت تتعلم، تاخد كورسات. في كوت ان انجلش في العربي بتقول ان هو انت وقت ما تبدا او وقت ما توقف تعلم انت تبدا تموت، ووقت ما توقف انت تعلم هتبدا تموت. فانا شايف ان انت طول ما انت عايش تاخد كورسات، تعلم لغات، تعلم مهارات جديده، سكيلز جديده. ده كله هيفيدك، فده استثمار في نفسك، في شخصك. بلس كمان استثمار تاني، الوقت او الحياه مع تقدم بتغلى شويه، او بيبقى حاجه سعرها النهارده كذا بيبقى سعرها بكره اعلى شويه. الاستثمار التاني بقى وهو انك لازم مثلا لو هتستثمر في معاك فلوس، فانت تقدر مثلا تشغلها في حاجه تجيب لك فلوس فيما بعد، مثلا زي الذهب، العقارات. ايا كان، ما عنديش خبره قويه في المجال ده، بس ضروري جدا يبقى مش مثلا عندك وظيفه معينه بتدخلك دخل ثابت فانت خلاص عايش عليها ومكمل عليها وانا الدنيا معايا تمام. لا، بكره هتلاقي ان انت التمام كان معاك تمام امبارح، بقى النهارده مش قادر يكفي المتطلبات ده. فضروري جدا يبقى في حاجه استثمار بيجيب لك مثلا او هيعود عليك بفلوس فيما بعد. تالت عاده شايفها برضو ضروري تكون موجوده ومهمه جدا، هي عاده الرياضه. ان انت بشكل يومي تكون مثلا في رياضه، انت بتتمشى، بتلعب مثلا في جيم، بتلعب رياضه معينه. حتى لو مفيش وقت مثلا فانت بتتمرن في البيت مع نفسك، بتعمل شويه حاجات. مثلا في ابلكيشنز دلوقتي موجوده كتير جدا على الانترنت، تقدر من خلالها ان انت تمارس رياضه او رياضات كتير جدا في البيت للجسم كله، وفي نفس الوقت بتكون في البيت من غير حديد، من غير اي حاجه خالص. العاده اللي انا هتكلم فيها دلوقتي او هقول عليها دلوقتي مرتبطه شويه بالعاده اللي قبلها، وهي عاده الاكل الصحي. يعني انت ضروري جدا يبقى الاكل بتاعك مش فاست فود كله، او مثلا كله من بره، او كله مثلا زيوت ودهون. لا، ضروري جدا الخضار، الفاكهه، الاكل الصحي ضروري جدا، لان انت بتبني جسمك. فقدام فيما بعد اذا تبنيت عادات او اكل غير صحي، قدام هيأثر عليك. العاده الاخيره اللي حابب اتكلم فيها او اتكلم عنها هي الوقت بتاع عيلتك. يعني انا يمكن ما جبتش عادات كتير جدا، بس ممكن ناس تقول لي مثلا في عادات دينيه المفروض الواحد يبقى مواظب عليها او كده، بس انا ما شملتش كل العادات اللي ضروري جدا تبقى موجوده. يعني انت حابب، اذا حابب شايف في قيمه معينه او في عاده معينه قيمه عندك ومهمه جدا في حياتك، فتقدر تضيفها. انا بالنسبه لي ممكن تكون برضو قيمه جدا، بس انا ما زي ما بقول ان الفيديو ما شملش كل العادات او حاجات تبقى بس هم دول بس اللي يكونوا موجودين. لا، انت تقدر تزود. العاده الاخيره هي عادة الوقت بتاع العيلة. لان انت ضروري جدا يبقى في وقت كده لأهلك في البيت، لباباك ومامتك، لإخواتك. الموبايلات لو نحس ان احنا اخرتنا من بعض، يعني هي يمكن بتقولك ان هي بتقرب، هي اي نعم بتقرب البعيد بس بتبعد القريب. يعني انت ممكن تبقى قاعد في البيت انت واخوك قريبين من بعض، بس كل واحد في عالم تاني، او كل واحد بيتواصل او بيتكلم حد في الدنيا تانية خالص، واخوه اللي هو جنبه نادرا ما بيتكلم معاه، او نادرا ما عارفين عن بعض اصلا حاجة.
فضروري جدا يبقى في وقت للعيله مخصص كده، مثلا لو كل يوم في او مثلا في نهايه الاسبوع في الويكند، مثلا في يوم بتتجمعوا فيه تشوفوا فيلم سوا او بتتكلموا او بتسمعوا لبعض. كانت اختي نشتني في الحوار ده، ان انت لما بتسمعوا لبعض فالصغير يعرف من خبرة الكبير، او مثلا يستفاد من التجارب اللي مر فيها، فدي هتبقى حاجة جميلة جدا، غير طبعا الدفء والمحبة اللي هيكون بين افراد العيلة. لو في اي عادات تانية شايفينها ان هي مهمة جدا وكمان جدا، متنسوش تكتبوها لي في الكومنت. اشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.